اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا مساء الفل، يا مساء الورد، يا مساء الخيرات على عيونكم. ايه الحلاوة دي، ايه الجمال ده. عملنا النهاردة تورتاية كده زي ما انتوا شايفين، بسم الله ما شاء الله، بقل التكاليف، يعني مش هتخطي 50 جنيه. بصراحة حاجة كده زي ما انتوا شايفين، والطريقة، وعملناها ب3 بيضات بس يعني. بصراحة وزي ما انتوا شايفين عملناها بالشوكولاتة وهي بتتكلم عن نفسها يعني. زي ما انتوا شايفين، وحاجة كده ناعمة وحاجة كده هشة، يعني مش هتصدقوا ان دي معمولة في البيت اصلا. احنا بنشتريها بالغالي. معايا تلات حبات من البيض، معايا فانيليا، وهضربهم ضرب مبرح كده بمضرب. ممكن لو مش متوفر المضرب، خلاط يدوي عادي او مضرب يدوي او خلاط. بعد كده نزلت بكوباية سكر، نزلت بنص كوباية زيت على سمنة وهفضل اضرب. بعد كده نزلت بكوباية لبن، اللي هي الكوباية الوسط بتاعة الشاي العادية. وبعد كده هنزل بكوبايتين دقيق، وهنزل بمعلقة كبيرة من الكيك شيف، وهنزل بمعلقتين كاكاو خام اسباني، وهنزل بذرة ملح، وهضربهم لحد ما اوصل للقوام اللي هتشوفوه معايا دلوقتي. طبعا اقل تورته دلوقتي ب300 جنيه وب400 جنيه، واسعار طبعا خيالية. فاحنا عملناها في البيت، اقسم بالله اللي هيشوفها بالمنظر ده مش هيصدق انك انت عاملاها في البيت اصلا. واحنا عملناها اقتصادية ومن غير اي حاجات كده خزعبلية زي ما بيقولوا يعني بصراحة. زي ما انتوا شايفين كده وصلنا للقوام ده. انا هجيب صينية دلوقتي كبيرة، مش صغيرة، يعني مقاس حوالي 36 كده ومربعة، وهفرشها ورق زبدة كده، وهنزل عليها بالخليط. مش هدهن زيت ولا اي حاجة على ورق الزبدة، هنزل عليه بالخليط. شايفين القوام بتاع الخليط تحفة بصراحة، جميل. لا احتاجنا بقى دي اسبونج ولا اي حاجة، ولا دي الطرط بقى ولا الكلام ده كله، ولا فصلنا البيض عن البياض عن الصفارة في البيض وكده. زي ما انتوا شايفين كله على بعضه كده زي ما انتوا شايفين بصراحة. وهتنتي عن نفسك هتتبهري من النتيجة. شايفين العجينة عاملة زي صوص الشوكولاتة التقيل. وهفضل اسوي الخليط ده في الصينية واخبطها كده كام خبطة حلوين، لحد الصينية ما تتساوى معايا. ومعايا فرن طبعا انا مسخناها. وبعد كده زي ما انتوا شايفين اخبطها كام خبطة. كده لو وصلت لحد هنا تصلوا على الرسول كده، ومتنسونوش في لايك وشير واشتراك في القناة. بعد كده خلاص هي خدت ربع ساعة في الفرن والله. معايا هنا نص كوباية من اللبن، ونزلت عليهم بمعلقة نسكافيه سريع الذوبان. ممكن تستغني عنها لو مش متوفرة، تحط لبن عادي. حطيت عليه معلقتين سكر، وهقسمها كده بالنص زي ما انتوا شايفين. هجيب معلقتين كاكاو، معايا كوباية هنا معايا فيها معلقتين كاكاو، معلقة نسكافيه سريع الذوبان. هفضل ادوب كده. وبعد كده معايا نص كوباية كريم شانتيه، ومعايا كوباية مية مثلجة ممكن تستبدليها باللبن او الحليب، ومعلقتين سكر عشان هو خام طبعا. ممكن تجيبي الكيس اللي عادي من سوبر ماركت المحلى، مش مفيش اي مشكلة. وهفضل اضرب ضرب مبرح كده زي ما انتوا شايفين. وبعد كده هحط الخليط اللي انا عملته في الاول عشان يبقى لونها بني كده، باساس ان احنا عاملينها النهارده تورتة الشوكولاتة وكده. وبعد كده هفضل اقلب الخليط ده. خلاص كده تمام ما شاء الله، وصلنا القوام. جبت ورق زبدة فردته تحت الكيك بتاعي وكده. وبعد كده بعد الكيك متشرب انا حطيت حبة هنا بساط خالص. معايا كيس تلاجة وحطيت فيه الكريم شانتيه، ممكن كيس حلواني لو عندك. وبعد كده انا حطيت كمية بسيطة في النص، حتى يعني حرارة الكيكة هتشربها وكده. هتشوفوا كده زي ما شفت في اول فيديو. بعد كده هغطي ممكن تستنى عليها لو حابة ان يبقى فيها كريم شانتيه في النص وكده. وبعد كده هفضل اسويها كده، اغطي كل الكيك اللي معايا بالكريم شانتيه. هجيب سباتلا كده واقعد اساوي. ممكن لو عندك اللي هي السكينة المشرشرة دي، بس انا معايا هنا القطاعة بتاعتي حلوة قوي في اللي بحب اسوي بيها الكيك وكده، تبقى معايا جميلة. خلاص كده الكيك سويناه، وهنسحب الورق الزبدة ده كده بسهولة عشان ما تلخبطش معانا وكده. وبسم الله ما شاء الله زي ما انتوا شايفين بصراحة. وهفضل اسوي فيها لحد ما اوصل للشكل اللي انا عايزاه. وهنا معايا شوكولاتة خام انا بشراها بالمبشرة عادي زي ما انتوا شايفين. وهفضل طبعا هي الكريم شانتيه لسه ما نشفش فيها ولا ما خدش في التلاجة اي مرحلة، يعني هيلزق بيها بسهولة جدا الشوكولاتة زي ما انتوا شايفين. انا باخد كده من الطبق
وبحط عليها بسم الله ما شاء الله. شايفين منظرها بعد ما اتزوقت بالشوكولاتة بقت حاجة تانية. ومعايا هنا كيس فيه صوص الشوكولاتة برضو، هفضل انزل بيه كده زي ما انتوا شايفين. وكان معايا هنا من الابيض كده هحط عليها اللي هو الشوكولاتة الكور دي الابيض والبني، وهزوقها كده حوالين داير زي ما انتوا شايفين. ده بتتجاب من عند العطار بسم الله ما شاء الله. بقيت منظرها ده بتاع التورت والجاتوهات، ممكن تجيبيها من اي ملتزمات حلواني او عند العطار هتلاقيها موجودة برضو. بصراحة حاجة فاخر من الاخر زي ما احنا متعودين. بصراحة انا اتبهرت من النتيجة اقسم بالله زيكم بالظبط. بصراحة انا اول مرة اعمل تورتاية بالحلاوة دي، وقلت مش هبخل على حبايب قلبي ومش هتكلفكم فوق 40 جنيه يعني. طبعا الدقيق عندنا والبيض وكل حاجة موجودة عندنا. هتجيبي بس شوية التزويق ده وحتة الشوكولاتة الخام، والكلام ده مش هتكلفك 40 جنيه، وهتعمليها بصراحة هتتبهري. لو عندك أعياد ميلاد، لو عندك ضيوف عايزة تقدميها لهم، أي حاجة بصراحة تشرفك قدام ضيوفك وقدام نفسك وقدام أهل بيتك. صراحة واسيبها في التلاجة ساعتين وهرجع لكم زي ما شفت في اول الفيديو. شايفين مسكت نفسها بقى ومش قادرة اوصف لكم. كان عندي حبة فول سوداني كده انا حطيتهم من فوق اللي انتوا شايفينهم دول. بصراحة ممكن تزوقيها التزويق اللي انت حباه اللي انت عايزاه. ممكن تغطيها خالص بالصوص الشوكولاتة تعمليه في البيت، هنعمله مع بعض ان شاء الله. ممكن كراميل، ممكن اللي انت حباه بصراحة. بس انا استكفيت بالتزويق اللي عليها دي وبالشوكولاتة. بصراحة كانت فاخر من الآخر وكانت دايبة دوب. اقسم بالله هتتبهري انت من النتيجة زي ما انتوا شايفين كده. شايفين ولا بقى ولا فيها مسام مفتحة ولا الكلام ده كله. وطبعا الكيك دايب معانا دوب، وعملناها ب3 حبات بيض يعني. بصراحة بحاجة فاخر من الآخر يعني. هنقول المقادير تاني: 3 بيضات، نص كوباية سكر، نص كوباية لبن، نص كوباية زيت على سمنة، كوبايتين دقيق، كوباية معلقتين كاكاو خام بصراحة. او تضربيهم ضرب مبرح زي ما انتوا شفتوا كده في اول الفيديو. لو مش متوفر عندك خلاط مضرب الكهرباء ممكن خلاط، ممكن يعني ما مش هنقف على حاجة. بصراحة زي ما انتوا شايفين كده حاجة فاخر من الاخر. لو وصلت لحد هنا ما تنسوناش في لايك وشير واشتراك في القناة عشان يوصلكم مني كل جديد. واحب اعرفكم نقطة: الكاكاو انا جايباه كاكاو خام اسباني، ممكن تستعملوه، ممكن تستعملوا الكاكاو الخام بتاعنا العادي، بس الاسباني ده بيبقى جميل وبيديني نتيجة حلوة. فلو وصلت لحد هنا زي ما قلت لكم ما تنسوناش في لايك وشير واشتراك في القناة عشان يوصلكم مني كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.